السلام عليكم ورحمة الله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. أولا ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وأن تدعمونا بلايك كي يصل إليكم كل جديد. طبعا الصلاة طبعا لها أركان ولها شروط ولها واجبات وفيها سنن، ولكن في الصلاة ذات نفسها النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى المصلين أن يفعلن بعض الأشياء التي تفعلها بعض الحيوانات وأيضا بعض البهائم. يصل هذا التهديد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطلان الصلاة. الذي يسابق الإمام أو يرفع رأسه في الركوع قبل الإمام أو يسجد أو ليأتي بهيئة في السجود لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي بيسابق الإمام أو بيمشي مع الإمام، ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تهديدا لهذا الشخص؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يغشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه كرأس حمار أو يبدل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبدل رأسه كرأس حمار. من هذا الرجل؟ الذي يسارع الإمام، يجي في الركوع يرفع رأسه في الركوع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام أو يمشي مع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم توعده وهدده بأن الله سبحانه وتعالى يحول رأسه كرأس حمار. تخيل، يحول رأسه كرأس حمار. لماذا؟ لأنه يسارع أو يمشي مع الإمام. طب هذا الإنسان أنت في الأول وفي الآخر مش هتقدر تخلص الصلاة إلا مع الإمام، يعني أنت مش هتسلم إلا مع الإمام، الإمام يسلم الأول وأنت تسلم. طب ليه المصارعة؟ ليه المصارعة؟ أيضا في سورة أخرى شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في السجود الذي يتشبه بالكلب كمثل الإقعاء. الإقعاء معناه إيه؟ معناه الإقعاء في إقناع أو إقعاء في مباح، وفي إقعاء منهي عنه. الإقعاء المباح اللي انت تيجي مثلا بين السجدتين على أطراف الأصابع، طبعا الإنسان وهو ساجد بيبقى ساجد على أطراف أصابعه، يجي وهو قايم من السجدة الأولى حاطط الإليتين فوق آخر مقدمة القدمين. هذا مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. هذا إقعاء يعني مباح. في إقعاء منهي عنه اللي هو في السجود، اللي انت وانت ساجد تيجي في السجود تيجي ساجد حاطط الكوع اللي هو المرفق، ده اسمه المرفق. المرفق ده تيجي حاطه مع الارض مع الساعد، هذا منهي عنه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه اللي بيعمل كده مثل الكلب. هذا الإقعاء إقعاء الكلب، هذا منهي عنه، بل يصل الأمر إلى إبطال الصلاة. طب ليه إبطال الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على 7 أعظام أو 7 أعضاء، فهنا الذي سجد على هذه الهيئة وحاطط الساع مع المرفق في السجود أصبح العدد 9، فهنا أتى بالزيادة غير مأمور بها. فهنا العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله عليهما قالوا هذا السجود سجود باطل، فعلى أن السجود باطل فيصبح الصلاة صلاة باطلة. وأيضا هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالكلاب والعياذ بالله. فلذلك نحافظ ونتعلم السجود الصحيح ولا نتشبه لا بالحمار ولا بالكلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.